السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله يا بنات فيديو جديد وهو مشتريات الاسبوع. هقولك مشتريات الاسبوع بالاسعار وازاي تنظميها تفضل معاكي اكتر من اسبوعين في التلاجة، ما تبص منك خالص، تفضل طازة زي ما هي. تمام. وهنعمل مع بعض كمان غدا اقتصادي. قالوا كده نفتح مع بعض. طبعا يا بنات احنا كل اسبوع بنجيب البهارات بتاعتنا، في ناس كمان بتجيب كل شهر على حسب استخدامك. انا بجيب كل اسبوعين كده. الكيس الفلفل الاسمر ده كان ب10، والكمون كان ب5 جنيه، وده كان فيجيتار علشان البانيه. كان الكيس ب10 جنيه. تمام. ممكن كمان تجيبي بقسماط وتعمليه في بيتك، وممكن كمان تعمليه من الفينو البارد، وانا كنت عامله فيديو على القناه بكده. تمام. تعالوا بعد كده وهي طماطم. انا بجيب 2 كيلو كل اسبوع. طماطم بتكون جامدة كده. لو اخر الاسبوع حسيت ان هي طرية معايا بروح فرمها في الخلاط. والطماطم كانت ب10 جنيه. والطماطم اللي هي الطرية يا بنات بتكون كمان ارخص من كده، اللي هي بتاعت الطبيخ دي. ممكن تجيبيها كل اسبوع وتفرميها في نفس اليوم اللي انت هتجيبيها. تمام. وتستخدميها. البطاطس كانت ال2 كيلو ب35 جنيه. في اماكن تانية بتكون الكيلو ب25. فكل بلد وإلها السعر. طبعا قوليلي بقى عندكم ب25 ولا ب35. عندنا احنا في بلدنا ب35. انما كنت جايباها مرة من عندي ماما كانت ب12 ونص، ب25 ل2 كيلو. وفي ناس بتبيعها اخر السوق ب10 جنيه. تمام. طبعا هتجيبي اي فاكهة لاولادك علشان برضو ايه. طبعا لازم يوم السوق ده بكون تجيبي اي نوعين فاكهة بتحبيهم. فاحنا جبنا السفندي كان ب10، والبرتقال برضو. فالبرتقال ده احنا كنا جايبينه عشان نعمله عصير ونخزنه في الفريزر وكده مع الجزر يا بنات. تمام. طبعا كل مرة بتروحي فيها السوق، لو كل اسبوع بتجيبي اي نوع فاكهة وتخزنيه علشان رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين. ده كمان اللهم صل على النبي. البتنجان يا بنات كان ب10 جنيه. تمام. حلو جدا. لو هتجيبي بيها الحشي بقى وتستخدميه في اي حاجه انت بتحبيها مسقعه. في كمان البتنجان اللي هو بتاع البابا غنوج اللي هو الشوي ده بيكون ارخص من كده، اللي انت بتستخدميه حتيه. تمام. دي بقى كانت الفراوله. جبنا كيلو فراوله كان الكيلو ب30 جنيه. ممكن تجيبيه بقى كيلو وتستخدميه نصه للاكل، النص التاني للعصير. تعملي بقى لأولادك فراولة باللبن، أي عصير حلو كده وبألف هنا. عاوزة أقولك أول ما ترجعي من السوق على طول الفراولة مش تسيبيها في الكيس، حطها في أي طبق كده واسع، علشان لما بتسيبيها في الكيس بتطري معاكي. فانت تحطها في الكيس كده في التلاجة عشان برضو ما تبص منك. ولو هتفرزيها تفرزيها في وقتها برضو عشان ايه مش تطري منك يا بنات. تمام كده. الحاجة اللي بعد كده وهو كان جبنا كيلو جوانص، كبد وقوانص اللي هي بتاعة الفراخ. كان الكيلو ب95 جنيه. تمام. ده بقى كان جزر، كنا جايبين 2 كيلو، كان الكيلو ونص ب10. تمام. بتجيبيه بقى تستخدميه. انا جبت 2 كيلو عشان يقعد معايا فترة، وكمان هنعمل منه عصير بالبرتقال وكده. فاحنا زودنا الكمية. طبعا بتجيبي على حسب ما انت عاوزة، كل واحد بيجيب على قد بيته على قد اسرته. ده كان برضو كيلو من الليمون. انا جبته عشان يقعد معايا برضو فترة طويلة. فجبت ليمون اخضر وليمون اصفر، يعني الحباية كده تكون صفرة وحباية تكون خضرة، عشان الخضرة دي بتقعد معاكي فترة طويلة، ما تبص بسرعة. ما تجيبهوش كله اصفر. لو هتجيبيه مثلا كل اسبوع ممكن تجيبيه اصفر بس. تمام كده. فاحنا جبنا الليمونية الصفرة عشان برضو تقعد معايا على اقل حاجة اسبوع، واللي هي الخضرا دي بتقعد معايا فترة طويلة، ممكن تقعد 20 يوم معاكي في التلاجة ما تبصش خالص. واقولك على طريقة حلوة جدا للحفظ الخضار، بس لما اقولك الاسعار الاول بالخضار اللي احنا جبناه. تمام. خليكي معايا. لو وصلت معايا لعندي هنا متنسيش اللايك والاشتراك في القناة، وتضغطي على علامة الجرس علشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه. تمام. خدوا كده جولة في القناة وان شاء الله تعجبكم. كنت بشوي سمك بقى علشان الغدا وكده وانا بصور لكم فيديو. كنت بطلع السمك كنت بقولكوا يعني انا بشوي سمك وكده. تمام. وهوريكم طريقة حلوة جدا للمسقعة، بس ايه نخلص المشهد. تعالوا بقى ننظمها مع بعض. الطريقة دي حلوة جدا. تجيبي بقى الطبق او اي منظم انتي بتحطي فيه الخضار. تجيبي اي ورقة بيضة او مناديل. تمام. بتحط او ممكن ورقة كراسة، مثلا ابنك مخلصها يعني.
في الدرس وكده، فتروحي جايباها وحاطه ورقه من تحت. الورقه دي بقى بتمتص اي ميه تنزل من الخضار وهو في التلاجة، تمام، فبتحافظ عليه فتره طويله. عن تجربه والله حلوه جدا. دي بقى الفراولة، قلت هنجيلها بقى في طبق كبير واسع كده واغسلها واعينها في التلاجة. انما اللي هي بتاعت الاكل مش هغسلها، علشان برضو مش تطري منك. اصلا انت لو غسلتيها وحطيتها في التلاجة بتطري، فانت هتسيبي الفراولة زي ما هي، تغسلي بس اللي انت هتحطها في الفريزر. دي برضو جزر نفس النظام، بتحطي فيه تحطي كده ورقة من تحت برضو، او لو هتسيبي الجزر في كيسة بيضة بتحطي ورقة تحت كده في كيسة، وتروحي حاطة الجزر وكمان ورقة من فوق، وتروحي قافلة الكيس كويس، مش هتدخليه في اي هوا. تمام، حلو جدا. عاوزة اقولك الجزر دي قاعد معايا اقولك اكتر من 25 يوم، والله حرفيا الجزر يعني كانت حلوة جدا. انا هقولك بقى، بعد اسبوعين لو مثلا جبتي 2 كيلو جزر وقعد معاكي في التلاجة اسبوعين، كل اسبوع لو لقيتي الكيسة دي اتريت من المية يعني، بتروحي مغيروها بورقة تانية. تمام، بورقة تانية، تمام، علشان مش يبوظ منك. تمام، كلامي واضح. والليمون، عاوزة اقولك الليمون دي قعد معايا 20 يوم، 20 يوم او اكتر والله يا بنات. يعني جوزي جاب لي الخضار وراح الشغل اكتر من 3 اسابيع وجه والخضار لسه عندي طازة. الليمون هقولك بحفظه ازاي، بجيب الليمونية الصفراء بحطها في كيسة لوحديها وبستخدمها الاول. الليمونية الخضراء بحطها في كيسة لوحديها واحطها تحت الرف اللي تحت الفريزر. تمام، وكل اسبوع ببص عليها، ان لقيت الكيسة عملت مية من تحت بروح مغيراها في كيسة تانية وحاطة ورقة من تحت، عشان برضو الورق او المناديل يمتص المية اللي هتنزل من الخضار عشان مش يبوظ بسرعة. ونفس النظام البتنجان والطماطم. البطاطس طبعا بسيبها بره في التربو بتاعها عادي جدا. بالنسبة بقى للفاكهة، الاستفندي يا بنات بتجيبي بقى على حسب أسرة الكيلو، كيلو ونص، بحط نص الاستفندي ده في التلاجة، والنص التاني بسيبه بره للأكل وكده. تمام، عشان برضو مش يسيب الكمية كلها بره وتبوظ منك. تمام. وطبعا ده البطاطس بقى احطها في التربو بتاعها وكده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكده خلصنا الخضار، تعالوا بقى نعمل مع بعض الغدا. هنعمل يا بنات ان شاء الله سمك مشوي ومسقعه. هعملكم مسقعه حلوه جدا، طبق مسقعه انما ايه يستاهل بقكم. تابعوا معايا كده الطريقه وان شاء الله تستفيدوا. حطيت في الكب فصين من الثوم، نص قرن كده من الفلفل، حبايه من الطماطم، وشويه من الخل. تمام كده، هفرمهم بقى. حط كمان البهارات، حط ملح وكمون ورشة كده صغيرة من الكزبرة. تمام، هفرمها كده كويس جدا فرم ناعم في الخلاط، واحط طاسة على النار واروح حاطة فيها الخلطة دي بتاعت المسقعة. تمام كده يا بنات، وهدي عليها النار. تعالوا بقى نعمل الخلطة بتاعت السمك، التتبيلة بتاعت السمك في نفس الكبة عادي خالص. احط كده طماطمية صغيرة ونص ليمونة، اشيل منها البذر والحتة اللي هي بتبقى ورا دي عشان دي بتعمل مرورة. والنص التاني من، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، من الفلفلاية، وهتبلها بملح وكمون وكزبرة برضو. تمام. عندك بقى شبت بتخلي ريحة السمك والخلطة تحفة جدا. حطي كده حوالي معلقة كبيرة من الشبت وتفرميهم كده في الكبة. تمام، هنزلهم بقى في اي طبق عندك او في اي بولة. كده طبعا انت بقى مملحاهم بتظبطي الملح بتاعهم وكده، واروح حاطه عليهم كده نص كوبايه كده، في مقدار نص كوبايه من الميه. تمام، واقلبهم مع بعض. حسيت ان هي عاوزه شويه ملح، بتزودي الملح الكمون بتاعك وتظبطيها بقى وتحدقي الملح بتاعها وكده. تمام كده حبايبي، حلوه جدا الخلطه دي، حلوه للسمك المشوي. اول ما تشويه كده وهو سخن تروح حط الخلطه دي عليه بألف هنا. المسقعه بقى، وانا كنت بعمل الخلطه كانت المسقعه خلصت. عاوزه اقولكم انا مش حطيت ولا نقطه زيت، هي الطاسه ورحت حاطه عليها اللي احنا عملناه في الكبه وبس كده. انتي بقى تيجي اللهم صل على النبي البتنجان، فهو هيكون في زيت اصلا، فمش لازم زيت، تحطي زيت خالص. هي الخلطه سيبها تتسبك وروحي مطفيه عليها. تعالوا بقى البتنجان غسلته كويس جدا وهبدأ اقشره. انا بشيل الحته السمرة دي لان السمرة دي بتعمل، هي اللي بتسمر الزيت،
فانت هتشيليها كده كويس وتقطعيها على حسب ما انت عاوزه، تخين رفيع زي ما انت عاوزه. تمام، قطعي كده ايه مكعبات صغيره المسقعه. لو حابه تحطي معاها بطاطس تمام، بألف هنا. الطريقه دي حلوه جدا، جربوها زمان عملناها وهتعجبكم باذن الله. تمام. طبعا انا كنت حاطه السمك على النار كان بيتشوي، وانا بعمل البتنجان وكمان الرز كان على النار، فايدي في كل حاجه. تمام. فتخلصي بسرعه وتخلصي الغدا بسرعه. تمام كده يا بنات. فدي البتنجان اهو تتقطع، انا قطعتها. طبعا كنت مسخنه الزيت على النار وانا بقطع بحيث ان يسخن اروح حاطه ايه، اللهم صل على النبي، البتنجان على طول. حطي كده عليه رشه ملح كده عشان برضو مش يشرب زيت منك كتير. ده بقى كان فلفل شطه برضو بتحطيه كده بيخلي كده ايه، بتخليها حلوه وتفتح نفسي كده على الاكل. يبقى السمك ده كان صغير، شايفين مين بقى رابطة الناس اللي بتحب السمك المشوي الصغير ده؟ اكتبيلي في التعليقات وقولي لي بتحبيه ولا لا. مفيش حد ما بيحبش السمك المشوي يا جماعه. السمك ده احنا كنا ابو انس كان مصطاده. تمام، مش كنا شارينه يعني، هو كان مصطاده يعني. تمام، من هوايات الصيد وكده. فبقى دي بقى طلعيه وهو سخن كده، تروح حاطه عليه التتبيله دي بألف هنا وشفا. قولي بقى في التعليقات انت بتحبي السمك المشوي اكتر ولا المقلي اكتر؟ انا بحب الاتنين عادي، بس الايام دي اكتر حاجه بشويها علشان برضه الزيت غالي بقى وكده. فكنا بنشوي الايام دي اكتر حاجه. عاوزه اقول لكم لو بتحبي السمك المقلي بقى اعمليه اول الشهر، اول ما تجيبي التومين اعمليه على طول، مش هتحسي باي تكليف خالص. غير اخر الشهر، واخر الشهر بقى تبقي اشوي براحتك. وبألف هنا وشفا على قلبكم. يبقى السمك المشوي بتاعنا الباقي الخلطه حطها كده ايه، في طبق، تبقى حلوه جدا. احنا عملنا معاها رز من اللي هو البنات البني اللي هو البصل ده. تمام ولا ايه؟ لا ما عملتش رز بني، عفوا عملت رز بشعريه. انا بحب الرز بشعريه اكتر، او الرز لسان عصفور حلو جدا. وبألف هنا وشفا. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم. مستنيه رايكم. دي المسقعه اهي، شايفين شكلها كده يشهي كده ويفتح النفس، مع اي عيش بقى انتي بتحبيه. وبألف هنا وشفا. اتغدينا والحمد لله، غسلنا المواعين، ظبطنا المطبخ، نعمل بقى كوبايتين شاي. لزوم السمك وكده كوبايتين شاي، وده اساسي عند كل بيت، في كل بيت بيعمل كوبايتين شاي بعد السمك. تمام. انا بحط في الكوبايه 3 معالق من سكر ومعلقه من الشاي. تمام، يكون مظبوط كده يا بنات. طبعا حاطه الميه ايه تغلي على النار. تمام كده. حبيت اشارك معاكم الروتين ده النهارده. الروتين ده يوم السوق. طبعا كل واحده بتروح السوق كده بتجيب سمك وهي راجعه، فبتعمل السمك في نفس اليوم. تمام. قولي لي انت بتعملي السمك في نفس اليوم ولا لا؟ شاركيني كده معاكي في التعليقات. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واكون خفيفه كده على قلبكم. مستنيه رايكم. لو لسه ما اشتركتيش تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس وما تنسيش اللايك من ايدك الحلو. اشوفكم على خير، مع السلامه.